السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الملكي ريال مدريد. لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واللي تشوفها في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا بلايك وعمل كومنت، وكمان اشتركوا في قناتنا وفعلوا جرس التنبيهات. دور محوري لألونسو بشأن بقاء غونزالو غارسيا في ريال مدريد. كشفت صحيفة آسيا الإسبانية أن المهاجم الشاب غونزالو غارسيا جدد تعاقده مع ريال مدريد حتى عام 2030 في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بموهبته داخل النادي. شهد الشرط الجزائي في عقد غارسيا قفزة لافتة إذ ارتفع من 50 مليون يورو إلى مليار يورو، ليضعه النادي ضمن قائمة اللاعبين المحصنين بعقود فلكية في مؤشر واضح على قيمته المستقبلية. بهذا التجديد أصبح غارسيا رسميا جزء من الفريق الأول بعدما كان يلعب سابقا مع فريق كاستيا. من جانبه أوضح الصحفي روبن مارتن أن اللاعب أثار الإعجاب داخل أروقة النادي بعد مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، حيث أثبت جدارته بسرعة كبيرة. وأشار مارتن إلى أن المدرب تشابي ألونسو الذي كان يتابع غارسيا منذ فترة وجوده مع كاستيا أبدى إعجابا كبيرا بقدراته الهجومية، واعتبره قطعة فريدة لا يمكن التفريط بها. وكان ألونسو هو من طلب صراحة الإبقاء عليه ضمن الفريق الأول. رودريغو يشعل سوق الانتقالات الصيفية وريال مدريد يتمسك بقراره. في وقت يقترب فيه ريال مدريد من انطلاقة موسمه الجديد بمواجهة أوساسونا يوم أو بعد 12 يوم فقط، يواصل اسم البرازيلي رودريغو غوس تصدر عناوين الصحف وسط غموض يحيط بمستقبله داخل قلعة سانتياغو برنابيو. وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن تراجع أداء اللاعب في الموسم الماضي فتح باب التكهنات حول مستقبله في وقت بدأت فيه أندية أوروبية بارزة للتحرك لمحاولة ضم اللاعب. ويبلغ رودريجو من العمر 24 عام ويواصل تدريباته مع الفريق تحت إشراف المدرب شابي ألونسو، رغم إدراكه أن مستقبله لا يزال معلقا. يحظى الجناح البرازيلي باهتمام كبير من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم توتنهام، ليفربول وأرسنال وتشيلسي التي تتابع موقفه عن كثب. كما دخل باريس سان جيرمان على الخط مؤخرا، حيث أفاد الصحفي فابريزيو رومانو بأن النادي الفرنسي يضع رودريجو كخيار بديل في حال فشل الاحتفاظ بخدمات برادلي باراكولا المطلوب بدوره في ليفربول. رغم كثافة الشائعات، يتمسك ريال مدريد بموقف واضح، حيث أبدى استعداده للاستماع للعروض المقدمة، لكن لن يقبل برحيل اللاعب إلا مقابل عرض لا يقل عن 70 إلى 80 مليون يورو. وبينما تتسارع الأحداث خارج الملعب، يواصل رودريغو الاستعداد مع الموسم الجديد في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مستقبله داخل أو خارج أسوار الميرينجي. 7 لاعبين غير قابلين للمس، مهمة صعبة لشابي لإيجاد التشكيلة المثالية في الريال. يبدأ شابي ألونسو مغامرته الجديدة على رأس الجهاز الفني وسط توقعات كبيرة وتحديات لا تقل أهمية في ظل سعيه لتكوين تشكيلة أساسية مثالية تدمج بين التوازن التكتيكي والجاذبية الهجومية التي تلهب حماس جماهير البرنابيو. ووفقا لتقارير صحيفة تاس، يضع ألونسو نصب عينيه تشكيل فريق سريع ومرن معتمدا على تنوع الخطط وتكيفها مع متطلبات المباريات، أبرزها 4-4-2 و5-3-2، وذلك لتفادي المشاكل التي عانى منها الفريق في الموسم الأخير من ولاد كارلو أنشيلوتي، حيث غابت التشكيلة المثالية بفعل الإصابات وسوء التوزيع بين الخطوط. وبحسب التقرير، يبدو أن هناك 7 لاعبين غير قابلين للمساس في حسابات المدرب الجديد، وهم كيليان امبابي، فينيسيوس جونيور، جود بلينغهام، فيدريكو فالفيردي، وكاريراس هويسين وتيبو كورتوا. لكن تحديدا باقي العناصر الأساسية لا يزال مفتوحا، حيث يفكر تشابي في خيارات متعددة أبرزها خطة 4-4-2 الماسية مع تشاوميني كمحور ودعم إضافي من داني سيبايوس أو أردا جولار إلى جانب فالفيردي، أو خطة 4-3-3 التي تعتمد على ماستانتونو كجناح أيمن بديلا لرودريجو مع تواجد بلينغهام وفالفيردي في الوسط. رغم أن هذه الخطة قد تكرر مشاكل التوازن التي واجهها أنشيلوتي، كما أشار التقرير إلى أن ترينت ألكسندر أرنولد سيصبح خيار أفضل من داني كارفاغال في حال اعتماد أسلوب ب3 مدافعين. بالنسبة لتشابي الذي كان أحد أعمدة خط الوسط الملكي في فترة سابقة،
فإن التحدي هذه المرة مختلف، فبعد أن غاب عن نهائي العاشرة في 2014 بسبب الإيقاف، يعود اليوم إلى سانتياغو برنابيو كمدرب باحثا عن تركيبة قادرة على خوض موسم طويل ومعقد وسط وفرة من النجوم والخيارات المتاحة. فالفيردي يكشف حالة ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد. عبر فيدريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد عن رضاه الكبير تجاه أجواء العمل داخل الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشيدا بجدية زملائه وتركيزهم العالي في التدريبات. وقال فالفيردي: أظهر جميع زملائي في الفريق جديتهم في العمل خلال فترة التوقف، وهذا يساعد دائما على تجنب الإصابات وتحسين الأداء مع بداية الموسم. نحن سعداء جدا بعودتنا للتدريبات وسنسعى للفوز بجميع الألقاب هذا العام. وعن أهمية فترة ما قبل الموسم، أضاف الدولي الأرجواني: علينا أن نستغل كل تمرين على أكمل وجه سواء صباحا أو مساء. نعلم أن هذه الفترة تمثل الوقود الذي نحيا به طوال العام، وعلينا أن نجمع طاقتنا ونركز على ما يريده المدرب. كومو يرفض عرض توتنهام بشأن نيكو باز وريال مدريد يترقب. رفض نادي كومو الإيطالي عرضا من توتنهام الإنجليزي لضم لاعب الوسط نيكو باز بقيمة وصلت ل 40 مليون يورو، وفقا لما كشفه الصحفي دي ماريزيو. وأكد التقرير أن إدارة كومو لا تنوي التفريط في اللاعب بهذا الرقم، إذ تقدر قيمته السوقية بنحو 70 مليون يورو في ظل تألقه اللافت منذ انضمامه إلى صفوف الفريق. ويراقب ريال مدريد هذا التطور عن كثب، نظرا لامتلاكه 50% من حقوق عقد نيكو باز، ما يعني أن النادي الملكي سيحصل على نصف قيمة أي صفقة بيع مستقبلية لهذا اللاعب. هدف ريال مدريد من مواجهة ليغانس غدا. وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، يخوض نادي ريال مدريد غدا مباراة تدريبية ودية أمام فريق ليغانس، وذلك في إطار تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد. تهدف هذه المواجهة إلى استعادة اللياقة التنافسية للاعبين بشكل تدريجي، بالإضافة إلى صقل الأفكار التكتيكية التي يعمل بها الجهاز الفني بعد فترة التدريبات عقب نهاية بطولة كأس العالم. كما ستخصص المباراة لتقييم الحالة البدنية لعدد من اللاعبين الذين تعافوا مؤخرا من الإصابات، إلى جانب منح فرصة لبعض العناصر الشابة الذين شاركوا في عدة حصص تدريبية مع الفريق الأول لإثبات جاهزيتهم وإبراز قدراتهم أمام المدرب تشابي ألونسو. المبلغ الذي سيحصل عليه ريال مدريد من صفقة غوتيرز. توصل نادي نابولي الإيطالي لاتفاق شفهي مع جيرونا من أجل التعاقد مع الظهير ميغيل غوتيريز في صفقة تبلغ قيمتها 18 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، وذلك بحسب ما أفاد الصحفي فابريزيو رومانو. ووفقا لما ذكره الصحفي رامون ألفاريز، فإن نادي ريال مدريد الذي يتحفظ أو يحتفظ ب50% من حقوق اللاعب سيحصل على ما بين 6.5 ل 7.5 مليون يورو صافية من الصفقة. خوتريز الذي يرغب فقط في الانتقال إلى نابولي سيوقع عقدا مع الفريق الإيطالي يمتد ل5 مواسم. في الختام، لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان تعملوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا في قناتنا وفعلوا جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.